ايه عرفتي حاجه؟ يا لهوي يا شعبان، ده اللي حصل واللي جرى لا ينحكي ولا ينقرب. ايه قولي لي والنبي. لا يا اخويا لا، انا ما بحبش الفتنه. فتنه ايه دي؟ نميمه ما فيهاش حاجه، انا بنت عارفه جوزي. ماشي بص هقول لك بس من غير اسامي. ماشي انا بحب الالغاز. ماشي بس تعالى بقى في المحل عندنا عشان ما حدش يسمعنا. ايوه صح، برافو عليك. يا لهوي على اللي انا شفته. تخيل كده يا علي المنشد، نرمين بدر وعمليات التجميل، ولا اقول لك الاحسن نرمين بدر والعيل اللي في بطنها من الفنان المشهور. انت مش مكسوف من نفسك يا جميل؟ ليه ان شاء الله؟ يعني انا جاي اقول لك خبر ان نرمين بدر جايه تزور واحد جارنا، تقوم انت عامل لي من الحبه قبه وشوف الخبر وشوف مش عارف ايه. طب ايه رايك بقى ان الست ممكن ترفع عليك قضيه سب وقذف ويبقى عندها حق كمان؟ ليه يا اخويا؟ هو مش جاركو ده دكتور؟ ومادام هي رايحه له يبقى اكيد بتعالج عنده. بلاش يا سيدي العيل اللي في بطنها، ننزل دلوقتي عمليات التجميل ونرمين بدر. عمليات التجميل ونرمين بدر بقى ده اسلوب مهني يا جميل. بقول لك ايه يا علي، اذا اتكلمت في المهنيه دي تاني انا هطردك من مكتبي، مش من مكتبي بس، من الجريده كلها. تعال يا سامح. نعم يا استاذ جميل. اقعد حاضر. انا جايب لك خبر نوفي. الله على اخبارك الجميله، قول لي عليه بسرعه عشان الحق اكتبه. لا يا حبيبي، قبل ما اقول لك عليه الاول نتفق. ايه هو الاتفاق؟ انا هطلع لك مكافاه حلوه قوي، بس انا اللي هقبضها. لا كتير، انت النص وانا النص. هو انت جبت حاجه؟ بقول لك ايه، خلاص هنقسم المكافاه علينا احنا الثلاثه. ده يا سيدي حد الله، مش عايز الفلوس بتاعتكم، فلوس الاخبار المزيفه يا جميل. يا سلام، ما انت اللي جايب لي الاخبار دي. انا جبت لك معلومه انت عملت منها خبر، ويا ريته خبر عادي، دي عرض ناس يا جميل. خلاص يا سيدي بلاش تاخد فلوس، بلاش. هقسم انا وسامح. بص يا سامح عشان اسمة الحق، ايوه كانت علينا احنا الثلاثه، بقينا احنا اتنين. انا هاخد التلتين، التلت بتاعه وبتاعي وانت التلت. مش عايز ولا كلمه بره. ده انت مدير رخم قوي. بتقول حاجه يا سامح؟ انا بقول لك حاضر. والله العظيم يعني انت مستغربه الفتيه قوي اللي احنا عايشين فيه؟ عادي يا بنت. مش مستغربة ولا حاجة يا كوكي. انت عارفة الفتي بالنسبة للشعب المصري بقى حاجة مهمة قوي، زي الفول والطعمية والبقسماط في الشاي بلبن. طب انت سمعتي بقى عن الاشاعه بتاعت الفنانه اللي اسمها نرمين بدر؟ ايه اللي سمعت عنها؟ طبعا سمعت عنها وعايشاها من ساعة ما كانت شعيشعة صغننة كده. طب اختاري ما بين القوسين، يعني اختاري لي اجابه من الاتنين. هي جت عند الدكتور بتاعكم اللي جاركوا ده علشان كانت حامل وعايزه تسقط، ولا اتجعت ملت وشها وعايزه تفرد وشها؟ ها اني واحده في الاتنين؟ ولا واحدة من الاتنين. ايه الفتي ده؟ انت عملتيها فتة. مش ممكن يا كاميليا، لسه بنقول الناس بتفتي وانت بتعملي زيهم بالظبط. وانا مالي؟ انا ما بفتيش، انا بقول اللي سمعته بوداني. ايوه يا كاميليا، بس حبيبتي الناس ما بتقولش اي حاجه غير فتي في فتي، واحنا بالذات ما ينفعش نعمل زيهم في مهنتنا دي. يبقى اكيد كانت بتعمل عمليه تجميل في اسنانها، هي دي. انا ممكن بقى اديكي في اسنانك عشان تروحي تعملي انت عمليه تجميل في اسنانك. الله يا سلام يا علوه كده، لو كل يوم تخش عليا بخبر جديد زي ده وافبركه انا. وتفبركوا ليه؟ ما تراعي ربنا يا اخي قبل ما تنزل الخبر. طب وليه؟ ما انا انزل الخبر قبل ما غيري يشم الخبر وينزله. يشم ايه؟ هو انت صحفي ولا كلب؟ الاتنين، ما انا لازم ابقى كلب عشان اشم الخبر وهو جاي من بعيد. ده هيعضني ياما. شفت يا فندم؟ شفت الاشاعات اللي مغرقه البلد؟ دي بقت حاجه لا تطاق جدا يا فندم، وكله كوم بقى، والصحفيين اللي بيساهموا في نشر الاشاعات دي كوم تاني. دي قله ادب، نعم. لان الصحفي اللي بيساهم في نشر الاشاعات ما يستحقش لقب صحفي. صح يا فندم، الله ينور عليك والله، الله ينور. ايوه يا حبيبات. دي الطبعه الاولى من عدد بكره يا فندم. كويس قوي. بقول لك ايه، انا عايزك بس تبروز لي خبر نرمين بدر يعني تخليه اعرض اكتر. يلا. مالها نرمين بدر يا فندم؟ هتعمل عمليه تجميل عند الدكتور جاركو ده. دي اشاعه يا فندم، ده خبر كذب. انا ماليش دعوه يا اختي. مالكش دعوه؟ مالكش دعوه يعني ايه؟ وانت مش رئيس التحرير هنا ولا كيس جوافه؟ انتي لو سمحتي شوفي الفاظي كويس قوي، وبعدين انا ما بحبش الجوافه. يا فندم انا مش قصدي، يعني مش قصدي الجوافه تحديدا. وبعدين حضرتك ترضى ان حد يقول حاجه على مامتك؟ لا طبعا. طيب يعني حضرتك مثلا ترضى ان حد يقول ان مامتك عملت عمليه تجميل وهي ما عملتهاش؟ لا بصي يا انجي، بصي انا امي عمرها ما عملت عمليه تجميل، وبعدين اخر عمليه امي عملتها كانت الجيوب الانفيه، لان بصراحه كانت قرف ابويا بشخرها. خلاص انا هكتب خبر عن الموضوع ده واقول ان طنط الست الحاجه كانت مشخراتيه قديمه. انجي
ارجوكي مالكيش دعوه بامي، وما تعاقبينيش بامي، عاقبي اللي قال الخبر ده. طب ايه رايك بقى ان اللي قال الخبر ده كذاب ومجنون وحيوان؟ يا سلام، استني شويه لما تعرفي مين اللي قال الخبر، مش يمكن تغيري رايك. انا مش ممكن اغير رايي ابدا. مين الحيوان ده بقى؟ الحيوان ده يبقى علي جوزك. ها؟ علي جوزك. لولو؟ ما هو مدي على كلب لولو برضه كيوت. ايه يا علي ده؟ انت ازاي تنشر خبر زي ده؟ خبر ايه؟ الاشاعه بتاعت نرمين بدر. اسم مين مكتوب؟ سامح. طب يبقى انا مالي؟ ما هو جميل قال لي ان انت اللي جميل يقول زي ما هو عايز، انما انا صحفي محترم ماليش في الاخبار الفشنك دي. والله هتشقطوني بقى لبعض انت وجميل. بقى في صحفيه محترمه تقول هتشقطوني؟ احسن ما اطلع اشاعات. ما تظلمينيش يا انجي. وعلى راي الاستاذ علي الحجار لما بيقول بكره هتترد كل المظالم، ابيض على كل مظلوم، اسود على كل ظالم. في ايه يا علي؟ انت هتسمعني التتر بتاع ذئاب الجبل؟ ما تغني لي تجيش نعيش احسن. وبقول لك ايه، تجيش نعيش. استاذ جميل. نعم. استاذ جميل، انت بتعمل ايه؟ لا، انت مالك؟ بقول لك يا استاذ جميل، والنبي سيب لي الفلوس الشهر ده، اصل انا مزنوق قوي. لا يا اخويا، لو مزنوق خش الحمام. ايه يا استاذ جميل الكلام ده؟ خلاص خد مرتبي كله، وعلى فكره امي بتقبض يوم 10 في الشهر، لو عايز مرتبها هجيبه لك. ماليش دعوه بامك، ماليش دعوه بامك، وما تجيبيش سيره امك في المجله هنا. اتفضل بره بره. ماشي ماشي ماشي. امي، ايه حكايه امي في الجريده النهارده؟ ينفع اللي حصل ده يا جميلي؟ انا هموت من الفرسه. يا انجي، انت مزوداها زياده عن اللزوم بصراحه يعني. لا بقى مش مزوداها، لان انا كنت شاهده على الموضوع ده بنفسي. يعني انت شفتيها بنفسك وهي بتعمل العمليه؟ عارفه انا ممكن اعمل ايه دلوقتي؟ يعني افخخ نفسي وادخل فيكو نتفجر كلنا مع بعض عشان نرتاح. استاذ جميل، الخبر ده لا يمكن ينزل. للاسف يا انجي، الخبر اتطبع ونزل، وكمان نزل على موقعنا. بس كده تبقى صحافه صفرة. معاكي حق. وهيتقال على الجورنال بتاعنا انه جورنال اصفر. معاكي حق. ورئيس تحريرنا اصفر. لا، في دي مش معاكي حق، لان انا وش احمر وبك دم، بس انا اليومين دول اللي عامل تاني يعني. عرفت التاني يا جميل؟ جميل افتفحتك انت واللي شغلك في المنصب ده. بتقولي حاجه يا انجي؟ لا يا فندم، سناني وجعاني بس بجز عليها. مش عارف ايه حكايه سنانك اليومين دول. يا ست انجي، يا ست انجي، انا كنت عاوز حضرتك في موضوع مهم. خير يا عم مغاوري، في ايه؟ العمارة بقى سمعته استغفر الله العظيم. عمارتنا؟ ليه يا مغاوري، في ايه؟ بسبب الدكتور اللي اسمه سمير دي. انت ما لقيتش غير الدكتور سمير؟ ماله دكتور سمير، اشمعنى؟ عشان العمليات اللي مش ولا بد اللي بيعملوا دي. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا مغاوري، في ايه؟ بالراحه كده، انا مش فاهمه منك حاجه. هو حضرتك ما سمعتش عن عمليات التجميل اللي هيعملها للفنانة نرمين بدر؟ وانت عرفت منين انت كمان؟ قريته على النت. يا مغاوري، مش كل حاجه بتتكتب على النت مظبوطه، في حاجات كتيره قوي كذب واشاعات. وانت عارف كويس قوي ان دكتور سمير دكتور امراض نسا، يعني ما بيعملش عمليات تجميل. وحتى يا سيدي لو بيعمل عمليات تجميل احنا مالنا؟ وايه اللي فيها استغفر الله العظيم دي؟ ما اعرفش، بس انا حسيت لما قريت الخبر انه حرام. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه يا مغاوري، امشي من قدامي دلوقتي بدل ما اخليك تحرم تقف معايا، وممكن اخلي خلقتك استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. وانت من اهله.